لم تعد طرفا في القضية نقطة بداية الخلاف الجزائري المغربي حول ملف الصحراء الغربية. استدعى بومدين الرئيس ولد الدا إلى كولومب بشار، وكان جدول الأعمال يحتوي على نقطة واحدة: تهديد المختار ولد الدا بمصير غير معروف في حالة إذا ما استمر في هذه العلاقات مع المغرب. كانت التناقضات بين المغرب والجزائر لها طبيعة سياسية، فكلتاهما يشهدان حركة وطنية قوية وشعورا وطنيا قويا، وتسعى كل واحدة لتكون الدولة الأقوى لتترأس مجريات الأحداث في منطقة المغرب العربي. الاتفاق كان صارخا بين اسبانيا والجزائر على الكيد للمغرب، ولهذا فإن جميع الأمور التي حدثت فيما بعد كانت منسجمة مع هذا الاختيار: الكيد للمغرب وتأييد اسبانيا في انتظار أن اسبانيا ستخرج لتحتل مكانها الجزائر. نحن ليس لنا أطماع، عرض علينا أن نأخذ جزء من الصحراء ورفضنا، لأن قضية الأرض ليست قضية قطعة من الجاتو تقطع كل واحد يأخذ قسم. الأرض أسمى من ذلك. بعد توقيع اتفاقية تقسيم الصحراء نهاية أكتوبر تشرين أول من عام 1974 بين المغرب وموريتانيا وأسبانيا، بدأ المغرب بالتحضير لمفاجأة ستغير معالم المنطقة. ففي 16 من أكتوبر تشرين أول من عام 1975 دعا الملك الحسن الثاني لبدء التعبئة السلمية التطوعية لاستعادة الأراضي الصحراوية، وهكذا خرج حوالي 350 ألف مغربي من كل المدن المغربية باتجاه الصحراء فيما سمي بالمسيرة الخضراء. غير أن الأمور تغيرت في العام 1975، إذ كانت مفاجأة كبيرة تنتظر وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدى عودته إلى الجزائر قادما من المغرب، عندما علم أن الرئيس بومدين سيقف هو وشعبه إلى جانب جبهة البوليساريو. تشير وثيقة من الأرشيف الفرنسي بتاريخ 5 من يوليو تموز عام 1975 إلى بيان حول زيارة وزير الخارجية الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى المغرب، حيث تمت محاولة التقرب بين البلدين بعد فترات قطيعة. يشير البيان في فقرته الرابعة إلى فشل المحاولات الجزائرية التي سعت إلى زعزعة الوحدة الوطنية المغربية، وقد ظهرت هذه المحاولات من خلال موقف الجزائر من الاتفاق الموريتاني المغربي وقضية الصحراء، الذي عبرت عنه الجزائر في محافل دولية كمحكمة العدل الدولية في لاهاي، ومؤتمر منظمة الدول الإسلامية المنعقد بجدة، ومنظمة الوحدة الإفريقية المجتمعة بكامبالا. إن الجزائر اقتنعت متأخرة خلال العام 1975 بضرورة مساعدة جبهة البوليساريو. صحيح أن ذلك كان متأخرا نوعا ما، لكن تم بشكل فعال حين قدمت الجزائر لجبهة البوليساريو ملاذا رمزيا هو مدينة تندوف المتنازع عليها، وقدمت لها أيضا السلاح والمال، وأكثر من ذلك قدمت لها دبلوماسيتها التي كانت أكثر من رائعة في تلك الفترة. كانت العلاقة بينهما علاقة حميمية، كانوا يشكلون وحدة. تقع جبهة البوليساريو في منطقة جزائرية في تندوف، وكانت الجزائر تدعمها وتدافع عنها، وكان أبناؤها يحملون جوازات سفر جزائرية، لذلك فقد كانت هناك وحدة حقيقية بينهما. ليس بمقدور جبهة البوليساريو القيام أو القبول بأي شيء من دون الجزائر، كان ينقصها الاستقلال السياسي بالرغم من ادعاء قادتها الاستقلالية. ليس بإمكانهم القيام بأي شيء مخالف للسياسة الجزائرية الخارجية. ظهرت جبهة البوليساريو، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب،
في فترة السبعينيات من القرن الماضي، وقد أسهمت عوامل عدة في نشوئها، منها كون قادة جبهة البوليساريو من الشباب الصحراوي المغربي المثقف، إذ إنهم درسوا في جامعات مغربية واحتكوا بالأحزاب اليسارية المغربية التي إما انتسبوا إليها أو على الأقل شعروا برابط يجمعهم خصوصا في مقاومة الاستعمار الإسباني. جبهة البوليساريو في البدء وفي حقيقة الأمر كانت تركز بالأساس على تحرير الصحراء الغربية من المحتل الإسباني، وحظيت من ذلك المغور بدعم المعتبر حتى من موريتانيا ومن الجزائر. توتر العلاقات الناجم عن قضية الصحراء تسبب بإغلاق الحدود. دعنا لا ننسى أن الجيش الجزائري دخل مقاطعة الصحراء الإسبانية القديمة ليدعم جبهة البوليساريو في معاركها الأولى، وقد كان في هذا اعتداء على الجيش المغربي، كما أن دعم الجزائر غير المشروط لجبهة البوليساريو أيضا تسبب بالعداء وإغلاق الحدود. قلنا هؤلاء الناس قاوموا الاستعمار الإسباني وطردوا الاستعمار الإسباني وحققوا استقلالهم، يعطى لهم حرية الاستفتاء، إذا قبلوا ينضموا للمغرب أهلا وسهلا، قبلوا أن يستقلوا يستقلوا. دخلت موريتانيا في حرب ضد جبهة البوليساريو استمرت حتى الانقلاب الذي حدث عام 1979 والذي كانت قضية الصحراء سببا رئيسا به. إبان تلك الفترة تم اتفاق بين نواكشوط والرباط على اقتسام الصحراء الغربية، حيث استولى المغرب على وادي الذهب، فيما أعطى المنطقة الغربية لموريتانيا. حاولت إسبانيا التفاوض مع جبهة البوليساريو، لكن الجبهة بسبب كبريائها وغرورها وتأكدها من دعم الجزائر لها فرضت شروطا لم يكن من الممكن أن تقبل إسبانيا بها، وكانت إسبانيا مصممة على فعل المستحيل لتحول دون انضمام الصحراء إلى المغرب. من مدخل الاستشارة والاستفتاء هذا ستجد جبهة البوليساريو لاحقا سندا قانونيا لها يفيد بأن الجماعة لم تتم استشارتها في هذه القضية، وبأن من واجبها للتحرر من المستعمر أن يتم استفتاء أو استشارة المجموعة الساكنة لهذه المنطقة، وحظيت بدعم كبير من الجمهورية الجزائرية لاعتبارات متعددة، بعضها تحرري وبعضها استقطابي وبعضها وليد التناقضات والمشاكل الحاصلة بين العنصرين أو الدولتين الكبريين في المنطقة، الجزائر والمغرب. كان الحسن الثاني أول من طرح فكرة الاستفتاء الشعبي، ثم أخذها الإسبان، وتم طرح هذه الفكرة لاحقا كحل للنزاع من قبل مفوضية الأمم المتحدة التي زارت الصحراء عام 1975. بدأ الحسن الثاني انتهاج سياسة مغايرة عندما طالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير، وكان أول من اقترح هذه الفكرة لتقرير مصير الصحراء. ومع وصول بعثة الأمم المتحدة إلى الاستفتاء الشعبي في الصحراء الغربية المينورسو، بدأت عملية تعريف السكان ببطء شديد، وهكذا وبسبب مرور الوقت وعدم الثقة المتبادلة أصبح تنفيذ الاستفتاء مستحيلا. تم طرح سؤالين: هل هذه الأرض كانت بلا سيادة قبل أن يحتلها الأسبان؟ ثم ما هو تأثير القبائل؟ أجابت المحكمة الدولية على السؤال الأول قائلة إن تلك الأرض لم تكن بلا سيادة. أما السؤال الثاني فقد أجابت عنه بطريقة جعلت الأمور تتعقد أكثر فأكثر.